أسرار هجرة أحمد أبو زيد للإمارات وحقيقة هجومه على مصر، من اتهامات غسيل أموال والإتجار في العملة بالسوق السوداء لأزمة وصلت لقنوات الإخوان استغلوا اسمه للهجوم على مصر. قالوا عنه مجرم اقتصاد وابن الإمارات. أحمد أبو زيد واحد من أشهر صناع المحتوى التعليمي في مصر، واللي كان بيعتبر قدوة لشباب كتير، بقى ملهم للمهاجرين. إيه سر صفقة انتقاله لدبي؟ تابعونا لنهاية الفيديو. لو صانع محتوى ذاع صيته هيبدأ يلفت عيون ناس تانية غير المعجبين ليه، بتنتهي بسجن كام يوم ومشاكل ضريبية وكسب غير مشروع، وفجأة يلاقي نفسه داخل في دوامة مخيفة، ولا كأنه مسؤول سابق استغل منصبه للاستيلاء على المال العام. لكن لو الإمارات قررت تتبناك يبقى اتفتحت لك طاقة القدر. الكلام ده عن أحمد أبو زيد، أشهر صانع محتوى في مصر، واللي بيدي دروس أونلاين وساب بلده وهاجر للإمارات. الحكاية كلها بدأت لما اتقال إن في صانع محتوى شايل 160 ألف دولار في البيت، وموبايله كله أدلة على تجارة العملة أو توفيرها لناس خارج البنوك، وده بيوقع الاقتصاد، وإحنا ما صدقنا نقضي على السوق السوداء. وحتى لو كان اليوتيوبر كويس ومحترم ومؤدب ومع توجهات الدولة، برضو القانون ما يعرفش الكلام ده، وده كان سبب في حالة انقسام كبيرة بين الناس، منهم المؤيد ومنهم المعارض، منهم اللي قال إن اللي عمله أبو زيد كان جريمة اقتصادية اللي هي سبب في كل المشاكل المادية اللي بيعانيها أي مصري دلوقتي. فبدل ما نتهم بلدنا بالفشل نحاسب الناس اللي بتغلط الأول. وناس تانية قالت إن أحمد أبو زيد كان بيقدم محتوى تعليمي ضعيف وبعيد عن مجاله، مجرد قواعد الإنجليزي وكام فيديو عن تعليم الفوتوشوب، وبعد كده بقى يستضيف ناس معاه وخلاص، وإنه ما يستحقش يكون مرشح لجائزة ب1,000,000 دولار لأن محتواه مش على نفس مستوى باقي المرشحين. وفي ناس تانية شايفة إن أبو زيد اتعرض لمؤامرة من شخص حاقد طلب منه مبلغ بالدولار وبلغ عنه إنه بيتاجر، لكن الأكيد إن البلد ما ظلمتوش ولا تعمدت الإساءة له، وخصوصا إنه بيدفع ضرائب وماشي بشكل قانوني. أبو زيد كان متهم في قضية الإتجار بالعملة خارج النظام المصرفي وباعها في السوق السوداء، وده بس بعد أيام من إعلان ترشحه لجائزة قمة ال1,000,000,000 متابع، وهي جايزة عالمية بتتنظم في الإمارات وبتكرم صناع المحتوى الهادف، وبالتالي هجرته للإمارات ما كانتش غريبة، دي البلد الوحيدة اللي قدمت له الجايزة. ولما اتقبض عليه وغاب عن المشاركة طيبت خاطره بإقامة ذهبية. وهجرته كانت سبب في جدل كبير في الإعلام والسوشيال ميديا، وفي ناس هجمته وقالت إنه هرب بعد ما اتقبض عليه في قضية إتجار بالعملة، وناس تانية قالت إن هجرته من مصر مش هروب، وإنه اضطر يعمل ده بسبب خلافاته مع الأمن المصري. مش بس كده، أحمد في ناس اتهمته بإنه بيلمح في بعض فيديوهاته تلميحات سياسية في نبرة هجوم على الدولة، وبسبب شعبيته الكبيرة وعدد متابعينه الكبير فهو مؤثر جدا، وطبعا البلد مش ناقصة أي بلبلة. وبعد القبض عليه الإعلام المصري موقفش جنبه، وكله سأل بيعمل إيه بالدولارات دي كلها في بيته، ومن ضمنهم برنامج عمرو أديب اللي استضاف محامي أبو زيد في مداخلة هاتفية وسأله عن مشروعية الدولارات دي وطريقة الأرباح الكبيرة اللي بيحققها أبو زيد. أنا آسف على السؤال، هو يبدو غير منطقي، هو بيعمل إيه بالفلوس في البيت؟ وده خلى منصات الإخوان في الإعلام والسوشيال ميديا تدعم أبو زيد بشكل كبير ويهاجموا الدولة بسبب التحقيق معاه. في النهاية أحمد أبو زيد خرج من السجن وتم تبرئته من التهم المنسوبة ليه، لكن طبعا أدرك إن الجو العام في مصر ما بقاش مناسب، وإن بقى أداة يستخدمها فئات معارضة للدولة من الخارج للهجوم على الحكومة. ومع أول فرصة قرر الهجرة، وكالعادة راح الإمارات ملجأ المشاهير. بس أحمد أبو زيد أكد بنفسه وقال أنا ما هاجرتش، أنا في الإمارات لأنها مكان أنسب لشغلي، اعتبرني سافرت الخليج أشتغل، دي مش هجرة، وهكون ما بين الإمارات ومصر بلدي اللي بحبها رغم أي حاجة لأني فيها أهلي وناسي وصحابي. طب إيه الحكاية؟ راح الإمارات ليه؟ أغلب صناع المحتوى الناجحين بيروحوا الإمارات علشان يقبضوا أرباحهم هناك ويتهنوا بيها بعيد عن مصر، وده لأن الإمارات فيها أمان استثماري عالي جدا، وبتسيبك تستثمر وتصنع محتوى وتحقق أرباح وتعمل فلوس، ومش ضغط عليك في ضرائب ولا جمارك ولا تخويف من القبض عليك لأي سبب. والكلام ده مش بس لصناع المحتوى، ده لأي مستثمر،
ومن هنا الإمارات بقت دولة جاذبة لأغلب المستثمرين في العالم، وده بدوره ارتقى بالبلد وخلاها تقريبا من أسرى الدول العربية وفيها أعلى مستويات معيشة في العالم كله. ما هو أنت لما تروح الإمارات وتقبض دولاراتك هناك بأمان وتصرفها فين؟ في الإمارات برضو. يبقى مين اللي استفاد؟ صانع المحتوى والإمارات. وعلى فكرة أبو زيد مش أول واحد، في كتير صناع محتوى بقوا مستثمرين وأخدوا الإقامة الذهبية، ده غير التسهيلات في الإقامة والربح. عرض ذهبي من الإمارات. أيوة، الحقيقة أن أبو زيد ما راحش الإمارات بناء على رغبته الشخصية، ده راح بعد عرض ذهبي من الإمارات. ومن المعروف أن الإمارات بتعرض على أي يوتيوبر مشهور أنه يجي عندها، علشان كده هتلاقي كل المشاهير هناك. في حين ان السعودية مؤخرا ما بقتش تجيب جنسيات أجنبية وبيحاولوا الاعتماد على ولاد بلدهم والقطريين والسوريين، وعشان كده أبو زيد قبل بأحسن عرض جاله وطلع على دبي. والأهم من كل ده هو ان أبو زيد خرج من القضية وصفى كل تعاملاته في مصر ولقى مكان تاني مناسب وحقق حلمه، رغم انه ضيع في شبابه حلمه الأولاني هندسة البترول على درجة واحدة ودخل هندسة مدني، لكن الفلوس جات له من سكة تانية سبحان الله، واللي عشانها ضحى بشهادته الجامعية ووظيفته كمهندس مدني، وخد كام كورس في البرمجة والفوتوشوب واشتغل على اليوتيوب، ورفض يسمع كلام أبوه اللي قال له إزاي أنت مهندس وهتشتغل مصوراتي ومش هديك فلوس تشتري كاميرا. لكن لما شاف ابنه بيكسب أول $100 غير رأيه وبقى من أكبر الداعمين له، والنهاردة مع أول مليون أكيد هيكون له رأي تاني خالص. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.